تعرف تفرق بين لاعب الجودو ولاعب الجوجيتسو؟ وتعرف الفرق بين اللعبتين شنو؟ للأسف إلى الآن في وايد ناس باعتقادهم أن لعبة الجوجيتسو ولعبة الجودو هي نفسها، ما يعرفون أن كل واحدة لها اتحاد مستقل، كل لعبة مختلفة عن الثانية. زين، بيقول لي واحد كابتن أنا شلون أقدر أفرق بينهم؟ أنا ما أعرف، أشوفهم وايد متشابهين، هم فعلا متشابهين، وأنا شرحت الموضوع من قبل، وفي بعض الأسئلة انسألت فيها وجاوبتها. الحين بقول لكم شلون تقدر تفرق وتميز لاعب الجودو عن لاعب الجوجيتسو. راح ابتدي بأول شيء بلباس التدريب أو لباس النزالات. كل رياضة فيهم لهم لبسهم الخاص. لاعب الجودو لبسه دائما يكون لونين، يا لون الأبيض أو لون الأزرق، وبدلته تكون وسيعة، ما تكون مثل ما يقولون شوي صاكة عليه أو شوي صغيرة عليه. دائما لاعب الجودو تكون بدلته شوي وسيعة عليه. زين، بالإضافة التطريز أو نوعية الكت حق البدلة تكون مميزة أيضا. ودائما احنا في البدلة تكون فقط شعار ماركة البدلة أو شركة البدلة، أو إذا كان هناك سبونسر فقط، هذا اللي يكون على البدلة. بخصوص بدلات الجوجيتسو طبعا يسمونهم الجي. الجي ينطبق على اثنين، على الجودو والجوجيتسو. الجي اللي هي البدلة، بدلات النزال أو التدريب يسمونها جي. ف اللباس الخاص برياضة الجوجيتسو أول شيء عندهم أبيض، صح، عندهم أزرق، صحيح، بالإضافة عندهم لون الأسود، وبالإضافة في لون اللي هو الجراي اللي هو الرصاصي. زين، البدلاتهم بدلات الجوجيتسو عادة شوي تكون صاكة أو صغيرة نوعا ما عن بدلات الجودو، يعني ما تكون وسيعة، هم يحبونها تكون شوي مقاساتها ضيقة. واحد. رقم اثنين، فيها شعارات وايد على البدلة، فيها رسومات وشعارات. بدلات الجودو ما فيها شعارات، رسومات ممنوع. بدلات الجوجيتسو دائما تلقى الكتابات عليها كبيرة. بالإضافة التطريز البدلة دائما تلقى حدود البدلة ملونة. بالإضافة ني حق حزام لاعب الجودو وحزام الجوجيتسو. طبعا لاعبين الجودو يتدرجون بالأحزمة، اللي هو الأبيض، الأصفر، البرتقالي، الأخضر، الأزرق، البني، ثم الأسود، 1 دان إلى 5 دان، ثم يعني وانت رايح لغاية ما تصير ماستر اللي هي 9 دان أو 8 دان. زين، لاعب الجوجيتسو تلقى عنده حزام البيربل. احنا في الجودو ما عندنا شيء اسمه بيربل، ما عندنا هالحزام. احنا دائما نشوف لاعب الجوجيتسو يبتدي وايت، بلو، بيربل، براون، بلاك. هالالوان اللي نشوفها في الجوجيتسو. ثاني شيء تلقى في أحزمة الجوجيتسو خيوط ستريبس على الأحزمة. احنا ما عندنا الستريبس على الأحزمة. هذه من ناحية البدلات. هني حق الفرق لما تشوف مثلا على التلفزيون أو على اليوتيوب تشوف نزال وانت مو عارف النزال أو البطولة هي جودو أم جوجيتسو. إذا شفت ملعب الجوجيتسو عادة تصميمه يكون مختلف عن ملاعب الجودو. ملعب يشوفهم داخل أزرق ومن برا أحمر، وعندهم ألوان ثانية ممكن يلعبون فيه.
انزين. بالاضافه ان ملاعبهم فيهم كذا كذا ملعب، يعني عادي تشوف ملعب واحد فيهم يمكن مقسمين الى 4 أو إلى 6 ملاعب. أما الجودو ما يصير، يا ملعبين، يا ملعبين أو 3 أو 4 ويكونون على خط واحد. انزين. بالإضافة لو تلاحظ أن لعبات الجوجيتسو دائما تشوفهم بالأرض، هم طول الوقت تشوفهم قاعد يلعبون في وضعية الجلوس. لاعب الجودو دائما يلعب في وضعية الوقوف، دائما تشوفه واقف. فهذه الاختلافات اللي بين اللعبتين والفرق بين اللعبتين. وشيء وايد مهم ان انت لازم تعرف ايضا في فرق شاسع، ان لعبة الجودو لعبة اولمبية، اما لعبة الجوجيتسو مو بلعبة اولمبية. فهذه اضافة لك، فعشان تعرف شلون تفرق الحين بين اللعبتين.